نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم هو الله. نحن في هذه الليلة 7 من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446. في هذه الليلة سنتناول الحديث عن أحقية الله تبارك وتعالى للعبادة من خلال آياته الكونية. ضيفي الدائم وفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، باسمكم جميعا أرحب به كما أرحب بكم، سائلا لله تعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأن يمن علينا وعليكم بالهداية والنور والإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أهلا وسهلا بكم شيخنا سلمان. مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا بكم المشاهدين. مقدمة في استدلال الله تبارك وتعالى بالآيات الكونية على استحقاقه للعبادة، ما وجه ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طريقة القرآن الكريم هي أن يدل الناس على الله سبحانه وتعالى، لأن هذه هي الغاية العظمى التي خلق الإنسان من أجلها، هو أن يعبد الله. يعني الإنسان ما خلق في هذه الدنيا عبثا، ولا خلق ليتلذذ فيها من طعام وشراب، لأن هذه مما تتصف به عوالم الحيوانات. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالله سبحانه وتعالى يعني وإن اشتركنا في الحياة مع عوالم الحيوان، لكننا نحن نتصف بشيء إضافي، وهو وجود عالم الروح في هذا الإنسان في تركيبته. والروح ليس لها إلا أن تتغذى بما هو سماوي وليس بما هو أرضي. فبنية الإنسان في الجانب الجسدي بنية طينية، بنية أرضية، يتغذى مما أخرجته الأرض، وما أنبتته الأرض وما تخرجه من خيرات. لكن بالنسبة لغذاء الروح هو غذاء سماوي، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يربط ما بين هذا الإنسان بتركيبته المختلفة، وخاصة في جانب الروح يربطها بأن تتصل به سبحانه وتعالى. ويؤكد هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لهذه المهمة الأساسية وهذه الوظيفة الكبرى، وهي وظيفة أن نعبده. لكن بما أن الإنسان عنده مشكلة وأكثر جدلا، دائما الإنسان كثير الجدل، كثير النقاش، كثير الاعتراضات، سواء كانت على الإنسان مثله أو حتى على خالقه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فنتيجة ذلك الله سبحانه وتعالى يأتي بالبراهين وبالبينات وبالأدلة العقلية وبالأدلة النقلية، ويأتي بالآيات الكونية في سبيل أن يعضد هذا المفهوم اللي هو مفهوم عبادة الله، أن يدلنا على الله سبحانه. فأولا من خلال الآيات الكونية يعرفك على الله وعلى عظمته، ويعرفك على أن هذا الكون ما كان بهذا الشكل وهذا الإبداع وهذا الخلق لولا أن من وراء ذلك خالق عظيم. ثم يربط مفهوم الخالقية باستحقاق الخالق للعبادة، وهذا نجده في قول الله تبارك وتعالى في آية البقرة التي ختمنا بها حلقتنا الماضية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنت مطالب بحكم أن الله الخالق
وأنت مخلوق لله سبحانه وتعالى، ترتب على ذلك أن الله يقول لك أعبدني. مسألة العبادة هنا تأتي أنه ماذا نفعل في العبادة؟ العبادة ما أساسها الخضوع والمحبة والطاعة والالتزام. جميل. نعم. طيب هنا ربنا عز وجل يقول لنبيه الكريم: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بعدها قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية لو تفضلتم بشرحها لأنها تهز القلوب. وما قدر الله حق قدره. نعم. وما قدر الله، هو الإنسان سبحان الله يعني لا يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ولا يكون مستهترا بآيات الله أو مكذب بها إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان هذا العبد لم يتعرف على الله ولم يقدره حق قدره ولم يعظمه حق تعظيمه ولم يتقرب إليه القرب التي تليق به. فالإنسان بهذا الشكل يكون جاهلا، والجاهل عدو نفسه كما يقولون. لكن من يقدر الله حق قدره يعرف أن الله الذي خلق هذا الكون بسماواته بأراضينه بجنته بناره بملائكته بجنه بإنسه ببحاره بكل ما فيه، حينها تدرك بأن أنت والله في وسط هذا الكون الفسيح أنت عبد صغير جدا تحتاج إلى القوي، أنت فقير محتاج إلى الغني، أنت بحاجة إلى من تقترب في كنفه ليحميك سبحانه وتعالى وتستعيذ به وتلوذ بجنابه. ولذلك يعني ما حصل الضلال وما حصل الإشراك بالله إلا لأنهم ما قدروا الله حق قدره، ما حصل البعد عن الله إلا لأنهم ما عرفوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك وكان أهل العرفان يقولون: من عرف نفسه عرف ربه. من عرف نفسه عرف ربه، بمعنى من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، من عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء، من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، من عرف نفسه بالمخلوقية وأنه والله أنت مخلوق ضعيف عرف ربه بالخالقية، وهكذا. يعني كلما كان من شأن العبد كان الله سبحانه وتعالى في الطرف الآخر تماما، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كان بودي لو علقتم أيضا على قضية يعني طي السماء، كما في قوله سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه السماوات العظيمة التي ما بين كل سماء مسيرة 500 عام، ومساحتها وجرمها عظيم، وهي مليئة بالملائكة، يأتي ربنا عز وجل يلفها ويطويها كطي السجل للكتب. وهذا يدلك على عظمة الرب سبحانه وتعالى وقوته وقدرته. نعم. لذلك قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كما ورد في صحيح مسلم أن الأرض تحول يوم القيامة خبزة يأكلها أهل الجنة، فيقبضها الله عز وجل قبضة من قبضة يده فتكون خبزة يأكلها أهل الجنة. وهذا كله يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى قدرته. فكيف بمثل هذا الخالق الذي وصل بقدرته وعلمه وحكمته إلى ما وصل إليه من هذه القوة أن لا يعبد أو أن يعبد غيره؟ هو هذا الذي حقيقة أشرت إليه. في إشارتين قبل أن نتجاوزها، هي إشارات لطيفة. الله سبحانه وتعالى لما قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، نعم، فتحدث عن الطي، وفي نفس الوقت قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. وهناك في الذاريات تحدث عن خلق السماوات والأرض قال: وإنا لموسعون. صحيح. وفي ذلك من الآيات والإعجاز، وكأنما إن والله هذا الكون هو في اتساع مستمر، في اتساع مستمر، في اتساع مستمر، لكنه لم يكن كذلك. كأنما كان طي. صحيح. مطويا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ومنذ الفتق، طبعا هم يسمونها الآن بالانفجار العظيم. المهم هذا الفتق الذي أدى إلى أن الأرض تكون لوحدها والسماوات لوحدها، وهي في اتساع مستمر، تزيد كل يوم.
سبحان الله. والمجرات والكون كله في سباحة، الشمس والقمر والنجوم وكلها في سباحة. ثم تأتي لحظة من اللحظات الله سبحانه وتعالى يقلب القوانين هذه، بحيث تبدأ اللحظة خروج الشمس من المغرب، فتبدأ عملية الانقلاب التي يلتقي فيها الشمس والقمر، وما يلتقيان في الأصل، أصلا لا يلتقيان، لكن في هذه اللحظة بالذات لحظة الانقلاب يكون فيها حالة حالة الالتقاء. فهذه كلها على كل من الإعجازات سبحان الله العظيمة. وكأنما الله يقول والله كما كانت اللحظة الأولى هي لحظة رتق، أيضا كما بدأنا أول خلق نعيده. هنا نعم. في سياق وسباق آيات من سورة ياسين ربنا عز وجل يتحسر على العباد سبحانه وتعالى، ثم يذكر آياته ومعجزاته وقدرته الكونية، وكل ذلك لعدم استجابة العباد لربهم سبحانه وتعالى. اسمح لي أن أقرأها ثم نسمع إلى تعليقكم الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الله الله. آيات حقيقة تهز البدن وتهز الروح حقيقة يا شيخ حسن. هذه الآيات هي كلها يعني تكلم عن قضية العبادة في آية أو آيتين، وتكلم عن الآيات التي تؤكد ذلك المعنى ربما من 6 إلى 7 آيات. هذا المقصد الأساس حقيقة من ما نتكلم فيه في هذه الأيام، وهو كيف يستثمر القرآن الكريم الاستدلال بالآيات الكونية للدلالة على الأحكام الشرعية وعبادة الله سبحانه وتعالى. فلاحظ سبحان الله، يعني كأنما كان كل هذا كان يمكن أن يختم بقوله يا حسرة على العباد، لكن بدأ بها يا حسرة على العباد. ما هي المشكلة في العباد؟ أنه ما يأتيهم من رسول من الرسل إلا وهم له مكذبون، يعني لا يؤمنون به ولا يصدقونه ولا يتبعونه. وبالتالي هذه الآية وقعها عظيم جدا بالنسبة للإنسان المسلم، كيف أن الله سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه وجلاله يأتي لخلقه بالآيات ويأتي بالبينات ويأتي بالرسل، وكل رسول معه بينة ومعه برهان مما لم تعرفه البشرية، ثم بعد ذلك يكذبون هذا الرسول. على كل بعد ذلك دخل للاستدلال على هذه المسألة على الآيات. تكلم عن قضية ما يخرج من الأرض من نباتات وما يخرج فيها من مزارع وما يخرج، ثم ذهب بعد ذلك إلى عالم الأكوان العلوية وتكلم عن الشمس والقمر وتلك الآيات. فسبحان الله، سواء كانت الآيات الأرضية أو كانت الآيات الكونية كلها يريد أن يؤكد بها معنى واحد، وهو أهمية عبادة الله سبحانه وتعالى وأهمية اتباع الرسل الذين يدلون على على عبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وجماع الدين أي ما تجتمع عليه
الدين، يقول وجماع الدين ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله أيضا يقول والناس منذ أن خلقوا في سفر عظيم ولا تحط الرحال إلا في الجنة أو النار، وإنما الناس يوم القيامة مسؤولون عن أمرين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فأنت أمام هذه القضية الكبيرة، السؤال العظيم الذي أنت والله ستلقى شئت أم أبيت ستلقى الله سبحانه وتعالى ويسألك هذا السؤال: ماذا كانت إجابتك للرسل؟ هل كنت والله ممن آمنوا؟ هل كنت ممن صدقوا؟ هل كنت ممن استجابوا؟ أم كنت ممن رفضوا وكذبوا واتصفوا بالإباء واتصفوا بالكبرياء؟ هذا السؤال الذي حقيقة على كل إنسان أن يقف أمامه وهو يفكر في لقاء الله سبحانه وتعالى ويجيب بينه وبين نفسه إن والله هل هو سيكون والله ممن يجيب أم أنه هو سيكون ممن يسقط في هذا. وفعلا يعني هناك آيات ومعجزات في هذا المقطع، منه قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. نعم. نسلخ، السلخ عادة يكون في البهائم. تقول سلخت الجلد عن اللحم. نعم، يعني ملتصق. ملتصق. هي فيها سبحان الله هذه الآية فيها دلالة أن الليل والنهار في حقيقتهما متداخلة. ينسلخ الليل شيئا فشيئا عن النهار، أو ينسلخ النهار شيئا فشيئا عن الليل كما ينسلخ، لكن كأن الأصل الظلام، الليل، كأن الأصل الليل، لأن آية لهم الليل نسلخ منه النهار. نعم. أليس كذلك؟ نعم. لأن سبحان الله قبل الشمس الحالة ظلام بالنسبة لنا. بالضبط، كانت ظلاما. جاء الجعل بعد ذلك من خلال وجود الشمس جاء النهار. لكن هنا كأن النهار هو دليل على الشمس، ولكنه خروجه من الظلام بدون أثر الشمس يبدو لي. لا، ما هو إيش قال والشمس، قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. نعم. لا، أنا أقول بالنسبة الأرض قبل أن تبدو عليها الشمس أصل فيها الظلام. نعم صحيح. مش كده؟ فلما تسلط عليها ضوء الشمس في الاتجاه الذي عليه الشمس سيكون إضاءة. أي نعم. ويبقى الاتجاه الآخر كما هو على ظلامه. صحيح. فكلما تحركت الشمس تحرك الليل وانقلب على النهار. جميل. وخروج النهار كأنه ينسلخ من الليل انسلاخ. كأنك تسحب الجلد من الدابة شيئا فشيئا. نعم. طيب، هنا أيضا معجزة أخرى. منذ أن خلق الله هذا الكون وإلى هذه اللحظة لا يزال هذا النظام ما تغير أبدا، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا النظام منذ أن خلق الله قبل مليارات السنين بهذا الكون ما تغير قط، كما ترون في الشاشة. يعني هذه مجرة المجموعة الشمسية، درب التبانة، مجرة واحدة نعم، مجرة واحدة من مليارات المجرات. نعم. يبقى هكذا يمشي إلى أن يأتي الوقت الذي قال الله عز وجل فيه ذلك تقدير العزيز العليم. فقدره الله هكذا حتى يأتي يوم القيامة وهي في جريان مستمر وتسحب معها مجموعتها. نعم. هي نفسها تسحب ولا تصطدم بعدها. لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني هذا الكون البديع، هذا الكون الدقيق، إذا لم يكن هنالك عناية إلهية مستمرة فيه لأدى بنا إلى أنه فعلا يمكن أن تصطدم المجرات ولا. نعم صحيح. ولذلك هذا الإله العظيم الذي خلق هذا الكون بهذا الإبداع وبهذا التقدير والميزان، هو حقيقة أحق بالعبادة والتعظيم والتقدير. من هنا كان وما قدر الله حق قدره. يعني سبحان الله، كلما تعمق الإنسان
في عوالم الفلك بهذا الشكل. يعني أنت اليوم كل يوم تتعرف مثلا على معلومة من المعلومات، كما قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الإمام الرازي له كلام جميل في هذا الموضوع، وهو كيف أن الله سبحانه وتعالى يكشف لعباده كل يوم شيء. يعني أنت في البداية والله هذا الإنسان أو هذا الكون في البداية كان الناس يرونه هكذا، ليست عندهم أي أجهزة ولا عندهم ميكروسكوبات ولا شيء، ثم جاءت الكاشفات هذه عن بعد، فصار الناس مثلا يرون هذه اللي هي مجموعة الثريا، مجموعة بسيطة أنت لما تشوفها كده بالعين المجردة لا تكاد ترى منها يمكن 7 8 كده، لكنها كتلة ثم بدأت بعد ذلك تظهر، فتبين أخيرا أنها 500 مجموعها، وهي سبحان الله 500. يقول لك من 1 إلى 250 كلها أكبر من الشمس، هذه النجيمات التي نراها. لاحظ هي مساحتها في المجموعة، في عالم السماوات الذي نراه لا تكاد تكون عبارة عن إيه؟ مربوع بسيط جدا في عاصمة، مربوع بسيط وممكن تختفي بعد فترة. ولذلك قال خلق السماوات، لذلك كلما استطعت أن تتعلم نعم. وتتعرف كلما ازددت خشية لله سبحانه. لذلك أعرف الناس وأكثر الناس خشية إنما يخشى الله من عباده، أيوة، ممن لهم علاقة بهذه الآفاق، نعم، ومن لهم علاقة بالنفوس. الأطباء الذين يتدبرون ويتأملون ويتساءلون. ما في أطباء أيضا فقط يهمه إيه؟ والعياذ بالله الحالة الوصفية، يكون العلم وبالا عليه. أي فيكون العلم وبالا، لكن الذي نتكلم عنه هو الذي يتساءل. نعم صحيح. لما هذا؟ وكيف هذا؟ ومن وراء هذا؟ نعم. ومن الذي يحرك هذا؟ صحيح. فهذا الذي يصل في نهاية المطاف إلى خشية الله سبحانه وتعالى. نعم. مفرد وما قدر الله حق قدره ورد في القرآن مرتين. نعم. المرة الأولى في سورة الأنعام قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الثانية في الزمر التي هي معنا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان وهنا الله. نلاحظ يعني موقعين تعليقكم. أحسنت، الله يجزيك. تعليقكم. الموقع الأول: سبحان الله ما قدر الله حق قدره في آياته المتلوة، لأنه حديث عن إذا اتهموا أن الله لم ينزل شيء، لن ينزل شيء. نعم. وهذا فيه طبعا قول على الله بلا علم، نعم، وتكذيب للرسل الذين أرسلهم الله سبحانه، وتكذيب الرسل تكذيب لله سبحانه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أيوة. فانظر إلى أن عدم التقدير لله جاء في موطن التلاوة، التصديق بآيات الله المتلوة، والآية الثانية جاءت في التدبر والتفكر في آيات الله الكونية. فكلاهما يتطلب منك أن تعرف الله معرفة تبعث على أن تقدره حق قدره، وأن تعبده، وأن تجله، وأن تكون بين يديه عبدا مطيعا. هذه الخلاصة. يعني سبحان الله كلاهما ما نحن فيه في هذا البرنامج: آيات الله الكونية كتاب الله المنظور، وآيات الله الشرعية كتاب الله المسطور المقروء. جميل. وما قدر الله حق قدره تكلمنا عنها، لأن الله عز وجل صاحب قدرة حيث طوى السماوات بيمينه سبحانه وتعالى. هنا إثبات اليمين لله عز وجل. نعم. نعم. كما أثبتها له كما أثبتها هو لنفسه. نعم. وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيضا في قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. تعليقكم أيضا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. بعدها قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. طبعا هنا نلاحظ بأن يعني في البداية كنا نتكلم عن قوم غفلوا عن آيات الله سبحانه وتعالى ولم يعني يجعلوها دليلا على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي
كفروا من هذه الناحية، أنهم كفروا بالله وما قدروا الله حق. قوم آخرين، هذا صنف آخر من الناس، وهو بدلا أن يجعل من هذه دلالة على الله سبحانه وتعالى يتوقف عندها ليجعلها هي المعبود، وهذه إشكالية أخرى. فالله سبحانه وتعالى بين أن هذه آيات دالة عليه، وهي من أعظم خلقه، وأقسم الله تبارك وتعالى بها لعظمتها وكذا ولتكون دالة على الخالق. ولكن إذا اتجهت إليها لتجعلها معبودة لله، الله يقول لك لا، هذه نفسها تسجد لله وتعبد الله وتسبح الله، فلا يجوز لأحد من الخلق أن يتخذها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا المعنى الأساس الذي يجب أن يلتفت إليه في هذا. فأنت كأنما الله سبحانه وتعالى يقول لك والله لا تفريط ولا إفراط، لا تجاهل لآيات الله ولا غلو في آيات الله وفي مخلوقات الله أيا كانت هذه الآيات، سواء كانت آيات كونية أو كان بشر أو كان ملائكة أو غير ذلك. يعني يجب كما أننا مأمورين مثلا بأن نؤمن بالملائكة، لكن يقول لك لا تتخذ الملائكة آلهة. نؤمن بالرسل لكن نجعل الرسل في مقامهم وليس فوق مقامهم. لا نغلو في عيسى كما قالت مثلا النصارى، لا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم لم يخلقوا. لا أيوة، لأن الشاهد أن الله الذي خلق الشمس والقمر هو أحق بالعبادة، أحق بالعبادة، والله سبحانه وتعالى لا يقبل المنازعة في ذلك. نعم. وهنا أيضا في سورة فصلت ربنا عز وجل يقول بعد أن ذكر أحقيته للعبادة وأنه سبحانه وتعالى يعني سيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين، بعد التوضيح وخصوصا أن هذه الآيات هي التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة. نعم. فقال الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تعليقكم. الله أكبر. هنا طبعا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن خلق الأرض وخلق السماوات، وما يلفت سبحان الله النظر طبعا عندنا آيات الله سبحانه أو إرادة الله سبحانه وتعالى. عندنا الإرادة الكنية صح التعبير، وعندنا الإرادة التكوينية، وعندنا الإرادة التدوينية. 3 إرادات لله سبحانه. الإرادة الكنية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى كان بإمكانه بإرادته الكنية هذه أن يقول للسماوات كن فتكون، وأن يقول للأرض كوني فتكون. لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق بإرادة تكوينية لا كنية. بمعنى خلق السماوات في يومين، أيهما أعظم الآن شيخنا، السماوات أم الأرض من حيث الخلق؟ سبحان الله. السماوات عظيمة لكن خلقها في يومين. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لكن حتى في إطار في أكبر خلق. لكن بس لو أردنا مقارنة بين الأرض الصغيرة هذه وما بين السماوات عظيمة، والأرض هذه جزء بسيط جدا بالنسبة للسماوات، لكن الأرض خلقها في في 4 أيام بما دحاها وما فيها من مزارع ومن حيوانات ومن كائنات حية، هذه عجائب العجائب. ليلتفت الإنسان إلى أهمية التكريم، وأن الله سبحانه وتعالى هذه الأرض اللي كان ممكن يقول لها كن فتكون، يقول لك والله يا أخي السماوات في يومين، لكن هذه الأرض لأنها دار الاستخلاف ودار الكرامة ودار أمر الله ودار تنزل ودار ذكر الله، دار ذكر الله سبحانه وتعالى، خلقتها على هذه الطريقة. ثم أيضا فيها الجانب بتاعت الحياة وصلاحية الحياة فيها، بقية عالم السماوات ما جعل الله سبحانه وتعالى ذلك. فعلى كل هؤلاء بعد كل هذه المسألة يتخذون مع الله سبحانه وتعالى أندادا من دون الله عز وجل. لم يخلقوا كخلقه،
ولم يكونوا شركاء لله سبحانه وتعالى في الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. أصلا ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى. مجرد أصلا وجود خالقين يؤدي إلى التنازع. وجود أكثر من خالق معنى كل خالق يتفرد بخلقه. نعم، ويحصل بينهم خلاف ويحصل بينهم. نعم، وحدة الخالق هو سبحانه توجب وحدة المعبود، أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وهو الواحد الذي يجب أن تتجه إليه الخلائق. وبالتالي كيف تجعلون لله سبحانه وتعالى أنداد وهو الذي خلق هذه المخلوقات، خلق السماوات خلق الأرض، بينما تشركون به أناس لم يخلقوا شيئا؟ وهذا من الظلم. صحيح. يعني أنت من العدل أن تساوي بين المتساويين وتفرق بين المفترقين، مش كده؟ إذا كان هنالك والله خالق مثيل لله يمكن أن تقول حينها أن والله أنا أماثل، لكن ليس هنالك ليس كمثله شيء، ليس كمثله. نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون مثله أحد في الخالقية والرازقية في كل شيء، ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى يعيب عليهم، يعيب على المشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى أو اتخذوا وسائط إلى الله لا تليق به، فعاب عليهم هذا الأمر. وأيضا أعطاهم المعلومات الدقيقة عن كيفية خلق السماوات وخلق الأرض وكيف كانت، واستوى إلى السماء وهي دخان وقال لها. ثم أيضا اليوم اكتشف أهل العلم طبعا أن السماوات أصلها كانت دخان. الآن اكتشفوا هذا. نعم. في هذا القرن. نعم. ثم هذه معلومة دقيقة من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. نعم. ثم في مسألة مهمة جدا، وهو كيف أنتم هذه السماوات وهذه الأرض بهذه العظمة بعد أن خلقها الله قال لها ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا ما هذه القسوة التي في قلوبكم أيها البشر؟ السماوات تأتي طائعة والأرض تأتي طائعة وأنتم تتمردون علي، وأنا أطعمكم وأسقيكم وأرعاكم وأتكفل بكم، ومع ذلك أنتم تتمردون على الله. أحسنتم. ولذلك يعني بما انتهيت إليه من أنا أطعمكم أسقيكم. نعم. سننتقل بكم. نعم. إلى سورة النحل والتي تسمى سورة النعم. قال الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما زال ربنا عز وجل إلى أن قال وما بكم من نعمة فمن الله، وإلى أن قال أيضا في هذه السورة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. ماذا ستعلق على هذه الآيات العظيمات شيخ حسن؟ أول هي كما تفضلت تتحدث سبحان الله السورة كلها عن النعم، نعم الله سبحانه وتعالى. ونعم الله مهما حاولنا أن نتلمسها ونحصيها سواء في أنفسنا أو في من حولنا سنلاحظ أن الإحصاء صعب، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن قبل أن يتكلم عن النعم نبه إلى مسألة مهمة جدا تتفطر لها القلوب، وهي قضية أتى أمر الله، كأنما وقع سبحان الله، أتى أمر الله. فالمؤمن سبحان الله عندما يسمع هذه الكلمة إن اقتربت الساعة أتى أمر الله، يعني يشعر بالخوف والرعب، ويشعر بأن هو ماذا فعل. صحيح. وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى، بما تزود، ما هو الزاد. صحيح. هل أنت والله فعلا شددت وإذا كان في نفسك شك أو في نفسك وسواس اقرأ هذه الآيات. نعم. هو الذي سخر لك الدواب وسخر لك كذا. نعم. إلى أن قالوا ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات بالنجم هم يهتدون. نعم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذه الآية مهمة شيخ حسن. نعم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الله أكبر. فكما تفضلتم فعلا، فبدأ سبحان الله شيخنا بعد أن نزه الله سبحانه وتعالى عن الإشراك به، وبعد أن أطلق هذا الإعلان العظيم وهو إتيان أن أتى أمر الله، أعظم نعمة يا شيخ برهان بدأ بها هي نعمة القرآن الكريم أو نعمة الوحي. نعم. يعني الإنسان سبحان الله قبل الوحي هو في ظلام، وهو في موت. يا الله. صحيح. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، مش كده؟ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. من عباده. والله عز وجل بما أن هذه نعمة وجعلها أول ما ينزل الملائكة بالروح من أمره. أنزلنا إليك روحا من أمرنا، مش كده؟ سمى الوحي روحا. أيوة طبعا، هي الروح سبحان الله. أيوة روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالله سبحانه وتعالى أراد أول شيء يحدثنا قبل الحديث عن النعم المادية والنعم التي ربما ينشأ. أول نعمة يجب أن تلتفتوا إليها هذه الروح التي أنزلتها على رسولي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل اللي هو أمين هنا وهو من عالم الروح. فالله أعظم، ولذلك الله عز وجل لما ختم القرآن قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فهي أعظم نعمة، أول نعمة. صحيح. ثم بعد ذلك سبحان الله شيخ القرآن بدأ يتكلم عن النعم بأنواعها وأشكالها. صدقت. فأول شيء بدأ في عالم السماوات وخلق السماوات والأرض باعتبارها من النعم العظيمة، ثم تكلم عن والأنعام. خلق الإنسان أولا. نعم. لا بعد ينزل على الروح من أمره قال خلق السماوات والأرض. نعم. ثم خلق الإنسان. نعم. من نطفة فإذا هو خصيم. نعم. خلق السماوات وخلق الإنسان، ثم دخل في عوالم الأنعام. عالم الحيوانات ومهمة ووظائف هذه الحيوانات. طبعا الحيوانات الآن لاحظ سبحان الله في تلك اللحظة التي كان يتنزل فيها الوحي كانت بالنسبة ذلك الجيل الذي نزلت فيه الآيات كانت تشكلهم كل شيء. أكلهم وشرابهم وترحالهم وبها يتنقلون، ومن أصوافها وكذا يشكلون أيضا سكناهم، فكانت بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا. صحيح. فالله عز وجل ذكر لهم هذه، ثم بعد ذلك تكلم عن قضية الأبعاد الجمالية في عالم الحيوان، ودي ما بيعرفها إلا من رعى الإبل ورعى الغنم ورعى البقر، يعرف تماما ما هو. ولكم فيها جمال حين تريحون. نعم. وحين تسرحون. حتى هذه أيوة سبحان الله لم يغفلها ربنا سبحانه وتعالى. اليوم نحن نركب أجمل السيارات ولا نقول سبحان الذي سخر لنا هذا. أي والله. الله يقول لك سخرتها لكم. نعم. ولو أن الله أراد أن لا يسخرها ما سخر. صحيح. فالله سبحانه سخر الأنعام. نعم. وجعل هذه الأنعام سبحان الله فيها طعامنا، وفيها أيضا ما نحمل عليه أمتعتنا وهكذا. ثم بعد ذلك تكلم سبحان الله عن نزول الماء من السماء. نعم.
ودخل في عالم النباتات. يعني الآن نحن شيخنا انتقلنا من السماوات وخلقها وإلى الإنسان وإلى الأنعام، وقبلها تكلمنا عن مسألة الروح اللي هي الوحي. صحيح. ثم دخلنا الآن في إيه؟ في النباتات. صحيح. بعد الحيوانات النباتات. نعم. ثم تحدث عن النباتات بصيغة جميلة جدا، كيف أن هذه النباتات وما فيها من زيتون ونخيل وكذا. ثم دخل بعد ذلك في إيه؟ في عالم البحار. صحيح. الله. دخل في عالم البحار، فكأنما الله سبحانه يضع الكرة الأرضية إيه؟ أمامك، والسماوات أمامك. نعم. ويقول لك والله أتى أمر الله، ويضع بعد ذلك إن والله أنت كإنسان كمخلوق فإذا مت فلا تقل ما جاني شيء، ما جاءك، لا بالعكس يقول لك. واللافت شيخنا هذه القضايا التي كلها يذكرها الله سبحانه، يقول لك والله خلقتها لك. يعني انظر إلى هذا التكريم، كل ما فيها من نعم سخره الله سبحانه وتعالى لنا حتى نعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الهدف الذي ينبغي أن نركز عليه، وهو قضية أنه كيف يتم الاستدلال في القرآن الكريم بآياته الكونية على عبادة الله وأحقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة. صحيح. ولذلك قال هنا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ولا تزال السورة أيضا تبين نعم الله سبحانه وتعالى التي أسداها على خلقه. قال الله سبحانه وتعالى، يتكلم بعد ذلك عن قضية بعد البحار. شيخنا دخل أيضا في قضايا الجبال. صحيح. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. لكن أنا كنت أريد أن أقفز قليلا. نعم. قال الله سبحانه: الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة. نعم. نسقيكم مما في بطون من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم. هذا الحليب الطازج الذي نحن نشربه نعم. من لبن البقر. نعم. وصنعت منه شركات ومؤسسة وصار برضو ميزانيات وموازنات بعض الدول. نعم. هذه البقرة يا شيخ. صحيح. يا شيخ حسن. صحيح. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سؤالي هو الآن: هذه الحشرة العظيمة شرفها الله أن ذكرت في القرآن الكريم. وسمى الله السورة تعتبر من طوال السور باسمها سورة النحل أو النحلة. ما تعليقكم في اللبن الخالص وما تعليقكم في هذه الحشرة التي يخرج من بطونها شرابا فيه شفاء للناس؟ لو نظرنا شيخنا إلى عوالم الأسباب، القضايا اللي لو قيل لك إنه والله عندنا عصير، هذا العصير فيه دم وفيه روث وفيه يعني ما الذي تتوقع أن يخرج لك؟ تعافوا نفسي، مش كده؟ لا تقبله أصلا، ولا أتصور أنه أي كيميائي هذا الذي سيفصل الدم نعم بجميع جزئياته وما فيه من كرويات بيضاء وحمراء ودم، فرث ودم يخرج من بين ذلك شيء مختلف تماما. أولا مختلف في لونه فهو ناصع البياض، ومختلف في طعمه، ومختلف في طعمه، ومختلف حتى في الشكل، في كل شيء، وفي فوائده أيضا. فوائده من شرب الدم يمرض، من أكل الرفث يمرض، لكن من شرب اللبن فيه شفاء. ونفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبانها الأبقار، تكلم عن قال ألبانها شفاء، أي نعم، وسمنها شفاء وألبانها دواء.
مش كده؟ الله. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى تدل على أن هذا الخالق خالق عظيم. مهما حاولت اليوم أنت والله تركب من المكانات لتخرج بهذا الشكل، يعني لو افترضنا الآن أن والله البشرية خلاص دار تمشي في اتجاه أنها تصنع ألبان، لا تصنعها إلا من الألبان، مش كده؟ صحيح، نعم. صنعها من الألبان، لكن جيب مصنع وجيب فيه القصب نعم. وجيب فيه الدم وأخلطه. فهي آية بلا شك، آية من آيات الله. أما الآية الثانية موضوع النحل، سبحان الله، وفي كتاب الله موضوع الشفاء ورد سبحان الله في أمرين. الأمر الأول في النحل شفاء للأجساد، ورد في القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سورة يونس. ففي أكثر من آية الله سبحانه وتعالى يذكر أن القرآن شفاء، صحيح، ويذكر أن العسل الذي يخرج من هذه شفاء. نعم. ولذلك سبحان الله لما كانت هذه من أعظم النعم المتعلقة بالإنسان، مفرد شفاء. نعم. تأييدا لكلامكم. نعم. ورد في القرآن 4 مرات. نعم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم. سورة يونس. النحل. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، الآية التي معنا. نعم. الإسراء. وينزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فصلت. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله أكبر، الله أكبر. نعم. فلاحظ سبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه النحلة التي سمى بها هذه السورة يختارها من بين كل النعم المذكورة في السور ليسمي بها السورة. وكأنه والله هذا النحل، هذا العسل الذي له علاقة بشفاء بدن الإنسان، نعم، يرتبط مع القرآن الذي فيه كذلك شفاء لروح الإنسان ولقلب الإنسان. وبالتالي هذين الشفائين لا بد الإنسان أن يحرص عليهما في حياته. يعني يا إنسان إذا كنت تعبان نفسيا وتبغى تشفى ارجع القرآن، عليك القرآن الكريم. وإذا كنت مريض جسديا تريد نعم. شفاء عليك اشرب العسل نعم. الصافي النقي. أي علم هذا؟ الله أكبر. بالله لولا أن الله أخبرنا بهذا هل كنا سنعرف؟ هل كنا سنعلم؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، ولولا أن هدانا الله ما اهتدينا. نعم. إلى أن قال سبحانه وتعالى كذلك وهو يمتن على عباده بهذه النعم، ثم ضرب بذلك أمثلة كثيرة في القرآن الكريم حتى قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الآية كذلك وردت في سورة النحل آية 83 بعد أن قال ربنا سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لا حول ولا قوة. هذا كفر النعمة. لاحظ كفر النعمة من أعظم أنواع الكفر والعياذ بالله. يعني الإنسان لا يجحد اليوم بأنه والله هذه القضايا التي ذكرها القرآن الكريم أنها من نعم الله تبارك وتعالى وأن الإنسان يتنعم بها. ولاحظ يعني اليوم نحن ما يقينا من سرابيل البرد وسرابيل مناطق البارده. اليوم شوف جاءت أشياء جديدة وتعد ويخلق ما لا تعلمون. مش كده؟ يخلق ما لا تعلمون اللي كانت في بداية. بداية. فالله سبحانه وتعالى اليوم أنعم علينا بنعم كثيرة جدا، ولكن سبحان الله بعد معرفتنا بها يعرفون نعمة الله. هو ما في أحد اليوم لا يعرف أن هذه من الأنعام ومن النعم التي امتن الله تبارك وتعالى به، لكن ما يريد الإنسان أن يعترف لصاحب النعمة بأنه صاحب فضل ولو كان الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا إشكالية كبيرة جدا. لكن سبحان الله السورة ختمت شيخنا بقضية أيضا مهمة جدا كنموذج. نعم. لما تكلمت عن نموذج إبراهيم عليه السلام في ختامها
نموذج الشاكر. نموذج الشاكر. نعم. يعني هذه النعم عليك أن تقتدي فيها بإبراهيم. نعم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. نعم. ولم يقل لنعمته أنعم. هذه الأنعم كلها شهادة من الله لإبراهيم. الله أكبر. هنيئا لإبراهيم عليه السلام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفلا أكون عبدا شكورا، نعم. قالوا له أنت ليش تعبد يعني الله أنت. وفي إشارة أيضا كأن النبي صلى الله عليه وسلم من الشاكرين أيضا إلى قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم. يعني في إشارة صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الشاكرين. نعم. وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. شيخ حسن سلمان، استمتعنا بهذا الطرح الجميل، ونحن نذكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. من هنا يعني فعلا يتبين لنا أهمية دعاء النبي عليه السلام لمعاذ ابن جبل: والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مشاهدينا كان كنا في حديث ماتع، نتمنى أن يطول بنا اللقاء إلى صلاة الفجر ونحن نتحدث ولا نشبع من هذا الكلام العظيم. نسأل الله تعالى أن يذكرنا في من عنده، وأن يذكركم أنتم أيضا مشاهدي الأكارم الذين تتابعوننا وتتابعون هذه الحلقات. باسمكم جميعا نتوجه بالشكر الجزيل لشيخي الأستاذ حسن سلمان جزاه الله خيرا، وشكر موصول قبل ذلك إلى ربنا سبحانه وتعالى ولجميع العاملين في هذه القناة الذين يعني يدبرون هذا التصوير وهذا الإبداع من وراء الكواليس، جزاهم الله خيرا، فلهم الشكر أيضا موصول. وإن أنسى فلا أنسى أن أشكركم مشاهدي الأكارم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام